حنا اليوم راه خرجنا غير المواشي. كنتمنى من الصحافه تقلبوا على الحبوب وتقلبوا على الدعم اللي تعطى في اعالي البحار، كلها هذه الفضائح غتلقاوها فيها. درنا لجنه ديال موضوعاتيه لتقييم المخطط الاخضر وتم توقيفها الى اليوم. قبل 6 شهور قال رئيس مجلس النواب انا كنلتزم بهذا نعاود نحركها، ومن داخل الاغلبيه كاين الفرمله باش ما تعاود تحرك. اللجنه كل الاحزاب اعطت فيها الممثلين ديالها باش دير تقييم المخطط الاخضر ديال 10 سنوات اللي قال المغاربه كلهم ان شاء الله غيعيشوا في الرفاهيه ديال جميع الانواع ديال الخضر وديال المخطط الاخضر. هو اللي دقدق المياه المغاربه، هو اللي صدر المياه المغربيه للخارج كلها باش نديروا لافوكو، باش نديروا الفواكه، وباش نديروا. هو اللي قتل المغرب. ما عندناش اليوم اي اكتفاء. اعطونا شي ماده فاش كاين الاكتفاء الذاتي في المغرب. اعطونا ماده واحده فلاحيه عندنا فيها الاكتفاء الذاتي، ما كايناش. الحبوب ما بقاتش، الزيت واش الزيت اللي منتوج مغربي كياكلوا المغاربه ما بقاش فيه الاكتفاء الذاتي. واش كل المنتوجات المنتوج الحيواني علاش وصلنا اليوم وحنا كنتكلموا في الفراقشيه؟ الدعم اللي بغيت تعطى للخارج هذا دعم كله مشى للخارج اليوم باش نقويو الفلاحه في الخارج، نقويو الانتاج في الخارج على حساب الانتاج الداخلي. فعلا انا متفق معك، خلي هاد الملايير كاع 26 مليار اللي قلتي نقص منها، خلي فيها غير اللي بغيتي. كتنقصوا حتى ما بقيت تنقص في 453 مليون اللي هي دعم مباشر ديال 500 درهم. كل الحواشي اخرى هاد الفلوس كنت عطات للدعم المباشر للفلاحه في المغرب، كنت تجوا لينا الفلاحه. اسمح لي السي احمد، اسمح لي السي احمد، يكون عندك شويه الخطر، شويه الخطر السي احمد، شويه الخطر. قلت بان كون درنا هذا المجهود كون عندنا الفلاح اليوم، ولكن كان منذ انطلاق المخطط الاخضر كان الانطلاق هو اننا نحول الفلاحه الى تجاره. قتلنا الفلاحه ديالنا المعاشيه اللي كانت دايره بسلانا، سلات المغاربه كلها كانت كتدخل للاسلام من هذا البلاصه. قتلنا هذا الفلاح، قتلنا الفلاح في قيمصر، قتلناه في تلادله، قتلناه في درعا، قتلناه في هذه البلاصه. ودخلنا شكون اللي دخلنا التجار ماشي الفلاحه. دخلنا التجار اللي هم موالون سياسيين. سيروا البيومهنيه اليوم، الفيدراليات البيومهنيه ديال الحبوب ديال القطاني ديال لون سياسي واحد اللي عندها كلها، وكيشكلوا اللوبي السياسي اللي غادي يدير الانتخابات، وبفلوس الدعم هي باش غتكون الانتخابات في 2026. ولهذا تيقول السي شوكي اليوم حنا غادي نكونوا ان شاء الله في الحكومه الثانيه ديال السي شوكي، لا لان كاين الدعم اللي غادي يدير هذه الانتخابات في المستقبل اللي غادي